قاطعت عليكم الفيديو. متنساوش الدراري استخدام الكود الترويجي ديالي. فما ليكم الا تجيو للهاتف تبركوا على المتجر الدراري، تهبطوا لتحت الاكواد الترويجيه، ديروا ادخل رمز العرض، تكتبوا اسمو فوكس بحال ما هكا كبيره، فراه غيعطيوكم الدراري واحد الجوائز الدراري باش غتوصلوا ل3. المهم الدراري بلا ما نطولوا عليكم خلينا الدراري لتحت، خليكم على الفيديو فرجه ممتعه. واش الدراري اليوم الدراري مرحبا بكم الدراري في سمو فوكس، وغنجاوب على الاسئله ديالكم كاملين. مرحبا بك اخويا سعد، عندنا الشرف ليا انك تجي عندنا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. اقسم بالله صرف لي انا في اول بودكاست عندك. صرف لي. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. اخويا قلتي لي عندي لك شي اسئله، مرحبا اخويا سول، فهمتي سولني اي سؤال بغيتي، مرحبا بك، من نجاوب المتابعين. اوكي مرحبا عشير. خويا بوكس، اول سؤال عندي ليك وعلاش زعما بغيت في الشراكه. كنشوفك انك كتحط فيديوهات واعرين يصح انك تدخل الشراكه وكتفرق ودوك الشهاده ديال كاع الدراري في الجامعه. الجامعه خويا هاد السؤال بزاف طاح، ولكن فهمتي اليوم خصنا الدراري نقولوا الحقيقه ونجاوبوا خونا سعد. المهم اخويا سعد بغيت نقول لك هو انني علاش ما دخلت الشراكه. هو الدراري ما ندويو اللوجيك الدراري، هو ان بنادم يعني انا الدراري باش تعرفوا واحد القضيه اخويا سعد ومجود المتابعين، انني ما كنبغيش الدراري سبام بزاف. زائد حاجه اخرى خص بنادم يدير كود ترويجي، يعني الكود الترويجي هو اللي عليه كلشي. زائد حاجه اخرى غنهضروا الدراري على يعني الحقيقه ان الشركه ما كتشوفش المتابعين، ما كتشوف لك لا فولورز لا ليفي لا مشاهده لا والو، فقط كتشوف ان الكود الترويجي ديالك واش وصل ولا لا. انا ما كنتش في الفيديوهات ما كنركزش على الكود الترويجي الدراري، يعني الكود الترويجي شحال هادي كان عليا ندخل الشراكه اصلا. المهم خويا سعد زيد السؤال الثاني. اسمه السؤال عندي ليك هو كيفاش سجلت الفكرة في ساعات. خويا على حسب باش بديت يوتيوب، هو انني شحال هادي الدراري يعني بديت بفري فاير شورت، يعني راه تشوفوهم بالدراري في هاد القناه يعني اللي قدام، وكانوا عندي ديجا قنوات بزاف، وكان عندي واحد الكونط الدراري اللي واعر تبارك الله، كنت بادي به في يعني في ديك 2024 2025 كان الشورت كيوصل ل 8000 الحمد لله. هذيك هي الفكره باش جاتني. من بعد دخلت البلاي ستور ويوتيوب كيبان لي الدراري، يعني الدراري بزاف اليوتيوبر كيشوفوا ديك الجيم كدا في 2025 الاول ديالها، فقلت علاش انا ما ندخلهاش، ندخل اربي جراند ونبقى ندير فيها فيديوهات وندير بزاف حاجات. اوكي اخويا زيد السؤال الثالث. واش هو ديالك اليوتيوب؟ خويا زعما شنو الربح ديالي؟ الربح ديالي اخويا هو انني باغي نفرح المتابعين ونرضي بالمحتوى ديالي، يعني انا باقي ما كنفكرش في الفلوس وداك الشيء. علاش؟ حيت ان شاء الله يلا كيبادي والحمد لله اللي بدايه زوينه، الحمد لله عندنا كل شيء، عندنا اي حاجه كاينه الحمد لله. زيد السؤال اخويا الرابع ديالك. اسمه قبل ندوزو السؤال الرابع بغيت نوضح واحد التوضيح بالنسبة للمجال. نقدر نقول ذلك الشيء نلعبوا وبالنسبة لكم الناظمين حاولوا ترجلوا بشوية. المهم اخوتي كي قال لكم اخونا سعد هو ان لي زادمين خصهم يترجلوا الدراري شويه، يعني حنا ما عندناش الدراري كنضرب انا في الوجه، يعني راه ما هامنيش الدراري. زائد حاجه اخرى راه ما هامنيش الشراكه. علاش؟ لان عندي بزاف، ولكن انا باغي فين نرضي متابعين، فين باغيني وفين باغيني نمشي، هو انني الدراري. زائد حاجه اخرى انا علاش باغي ندخل الشراكه؟ فقط الدراري باش نفرحكم نتوما، اجيني سكن سلاح ندير لهم مسابقه،
فلوس غندير لها مسابقة في الأخير إن شاء الله نقدروا نشريو شي كونط ونديرو عليه كاع مسابقة وما عنديش مشكل، والحمد لله راضيين بالمحتوى ديالنا وراضيين بداك الشيء اللي عندنا وما نحتاجوش يعطينا الدراري شي واحد اخر الحمد لله. زيد السؤال الخامس ديالك اخويا سعد. أنا موجود مثلا ما جاتك شي فكرة شي نهار مثلا كنت مريح كنت مثلا قلق تقول لا أزيد علاش أنا كندير اليوتيوب علاش ما نعتزلش واش ما جاتكش فكرة شي نهار في راسك؟ خويا بزاف المرات هو انني يعني كنت كنشوف شي مشاكل كيطراو بعد الدراري. اول حاجه الدراري انا كنضرب في الوجه اي واحد حاسدني راه باغي يصور من عندي حتى شي حاجه. زائد حاجه اخرى هي انني كنبغي الخير لاي واحد. هاد القضيه ديال علاش كندير يوتيوب طاحت عليا بزاف يعني حتى الاعتزال اللي اعتزلت 3 المرات. الاعتزال الاول اعتزلت الدراري على شي بلانات، الاعتزال الثاني كنمشي لكون الشتيه ولكن رجعنا ورجعنا، الاعتزال الثالث كان التفاعل طاح ولحد الان يعني التفاعل ماشي شي حاجه. علاش؟ حيت ملي كتهبط على اليوتيوب الخوارزميه ديال اليوتيوب كتمشي يعني ما كيبقاش يوتيوب يطلع الفيديو ديالك بزاف الناس حتى كترجع كتبقى تحط الفيديو كل نهار. وزائد حاجه اخرى هادشي باش تعرف انني انا يعني هاد الفيديوهات اللي كندير دابا حاليا يعني راه ماشي شي حاجه، انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه. علاش؟ حيت انا الفيديوهات ديالي افلام اكشن، وان شاء الله الدراري غادي تبدا سلسله الثانيه فليك سيتي، وان شاء الله GTA غنديرو فيها حتى شي سلسله ان شاء الله علاش لا. المهم زيد السؤال السادس اخويا ديالك. السؤال ديالي شنو تبغي تقول للدراري اللي ما عندهمش امكانيات باش يبداو صناعه المحتوى، بحال مثلا واحد عنده تليفون فهمتي باغي يبدا صناعه المحتوى ولكن عاجز؟ اوكي اخويا جاوبك على هاد السؤال. المهم الدراري اي واحد يعني ما عندوش امكانيات فراه يبدا بحاجه قليله وان شاء الله غيوصل. راه ما كاينش شي واحد يعني بدا بشي حاجه اللي واعره والكاليتي، يعني راه ما كاينش كاع هادشي. اي واحد الدراري باغي يدير يوتيوب الله يسهل عليه ومن دابا نوضي توقط الدراري يتعلم مونتاج يتعلم العيبات اللي يستافد منهم. راه اقل حاجه الدراري بنادم كيدخل بها الفلوس. راه في خباركم الدراري انك تكون ايديتور، يعني دابا خرجنا على الموضوع غادي نجاوبوا على هادشي كامل. ايديتور الدراري كتدخل فيها الفلوس مزيان. يعني دابا مثلا انا درت فيديو عندي ايديتور ديالي هو اللي كاين واحد كيقاد لك الصوره مصغره وواحد هو اللي كيمونطي لك الفيديو. هذاك اللي كيمونطي لك الفيديو مثلا الفيديو نتا الدراري الحد الاقصى الفيديو يعني 500 درهم مثلا 500 درهم. مول المينياتور كيتقام عليك تقريبا يعني بشي المينياتور شي 100 درهم 200 درهم الحد. المنتج كتقام عليك بشي 250 درهم. يعني انت يعني ما رابحش بزاف ولكن على حسب الفيديو شحال وصل. المهم الدراري هذه هي احسن حاجه لا بغيتي. المهم الدراري يتعلموا المونتاج يتعلموا اللعيبات بعدو من البليه. كننصح بنادم الدراري يمشي في الجيمنج يمشي في هذه الحياه يعني راه سلو الدراري من يمشي يتبلاو ويكميكارو ماشي يعجب الدريه. واخا خرجنا الدراري على الموضوع ديالنا يعني الدراري يكونوا رجاله يعني فهمتوا. المهم زيد السؤال السابع ديالك اخويا. السابع واخا عارف السؤال تجيب لك شويه صعيب ولكن حنا هنا محايدين فهمتي. احسن لعبه بالنسبه للاير بي واش فليك سيتي ولا اير بي جراند؟ دابا هاد السؤال يعني اللي قاصح شويه ولكن الدراري كما قلنا انا كنضرب في الوجه وما غنكتبش وغنقول الاسباب اللي فرقت بين الجيم. اول حاجه الدراري احسن جيم دابا حاليا بالنسبه ليا الا غنقولها نيشان الدراري جيم اللي عزيزه عليا فليك سيتي الدراري. علاش؟ باغي تعرفوا الاسباب. انا نقول الاسباب الدراري. اول حاجه الجيم ديال ار بي جراند كتفوق في الحياه الواقعيه الديور الواقعيه داكشي ار بي جراند في بنادم منظم. نقدر نقول لكم فليك سيتي بنادم يعني في عقليته فليك سيتي هذه فاش انا عجباني وبنادم تشويه في عقله يعني زوين. كنتي كدير شي حاجه ما غاديش يجي يتهجم عليك من غير البوتات. مثلا ار بي جراند كتكون كتصور فيديو كيجي واحد كيقتلك بدون سبب لي زادمين
تريبورتي لك اللاعب، يعني ما يعطيك كيبانيه، ولكن هذاك ما خصوش بان، يعني خصو بان دائم. واش انت كتريكوردي خويا سعد غيجي يخسر لك فيديو في ديك السيتي؟ لا. داير الروم، يعني تقدر تقاد روم، تقاد حد الاقصى طريقه اللعيبات، يعني غادي تدخل غتصور في خاطرك، في كلشي في خاطرك. هادشي علاش الدراري كنختار في ديك السيت ار بي راند راه احسن لعبه. يعني اولا الاولى هي ار بي جراند، فاش كتفوق في ديك السيتي في عقليه بنادم وكيفاش يعني باقي غادي يتطور وبزاف الحاجات. المهم هادشي علاش الدراري قلنا. زيد السؤال الثامن ديالك اخو. خويا سموفوكس، واخا خرجنا شويه على الموضوع. بالنسبه لهذه القضيه اللي قال خويا سموفوكس فري، شحال من مرة كنكون مثلا انا شخصيا كنصور فيديو كيجيبوش، بغيت نسب كيجيبوش كيخسر لك فيديو، وشنو كنت كتريكوردي كتروحو ادمين زعما باش يباني ما كيبانيش. المهم واخا خرجت شويه على الموضوع، خويا سموفوكس الهدف ديالك في 2027 وشنو هما اللي تقدر تقصر غير ار بي اوكي، نجاوبك على هاد السؤال. هاد السؤال اخويا كنبغي اليوم الدراري نفرقع الرمانه ان شاء الله. هاد الدراري غادي نبداو نديرو جي تي اس 5 ديال بيسي، غادي نقلبوها ليها، ماشي غادي نقلبوها على الدراري اللي جيم ديال الموبايل. علاش الدراري الحمد لله يعني خدينا بيسي، غادي ان شاء الله نبداو لي جيم بحال ماينكرافت ديال بيسي، بحال جي تي اس 5. غنلعبو بزاف الحاجات ريزيدنت ايفل، يعني ما غنديروش فيهم فيديوهات، ولكن الدراري اهم حاجه يعني بدينا في التليفون غنكملو في التليفون. لي جيم ديال بيسي نقدر ندير الجي تي، نقدر ندير الدراري شي جيم اخرى. صافي هادشي اللي طايح لي على بالي. نقدر ندخل في ليكسيت و ار بي جراند في البيس ان شاء الله، علاش لا، نبقى نريكوردي تماك ان شاء الله الدراري. علاش لا، ما كاينه حتى شي حاجه ممكنه. وغنلعبوا بزاف الحاجات الدراري بحال بيس ان شاء الله نقدروا نديروا ليها حتى هي، نديروا بزاف الحاجات. المهم اخويا زيد السؤال التاسع ديالك. بالنسبه لخويا سموك، السؤال التاسع ديالي هو حنايا بغينا زعما شنو كدير في الحياه الشخصيه ديالك، وإلا ما بغيتيش تجاوب تقدر ما تجاوبش، زعما هذا اختيار ديالك. لا نجاوب اخويا، يعني ما كاين حتى شي مشكل. اول حاجه الدراري باش ما يتقلقوش مني الناس ديال ار بي جراند، هو ان الدراري باش غادي تبدا القرايه الحمد لله، يعني حنا عندنا الجهاوي، يعني انا عندي جهاوي تاسع تبارك الله. يعني نجاوب على هاد الاسئله وغنجاوبكم بشحال في العمر ديالي. الدراري عندي 15 عام، قربت ندخل شهر 11 الدراري تولي عندي 14 دابا، شهر 11 غادي تولي عندي 15 ان شاء الله. والدراري الحياة اليومية ديالي هو انني الدراري كنقرا، كنتريني في كورة، كندير سونطر يعني، وصافي الماكله وصافي الدراري الناس، صافي مكاينه حتى شي حاجه اللي حاجه اللي نقول لك عليها. الحمد لله كنلعبوا كوره تبارك الله الحمد لله، ولكن ما باقي كنشوفوا يعني باغي نسهل علينا الله في كوره، ولكن ما كتبش الحاجه اللي فيها الخير هي اللي كاينه. زائد حاجه اخرى الدراري غندخل معكم في كوره، هي انني كنلعب، يعني انا كوشي كنلعب في بوست ار دوبل، يعني بلاصه بوست ديال يامال. كنلعب في واحد الفرقه شباب سيدي سليمان، ولكن ان شاء الله هذا العام ندخلوا مع الرجاء كليب ان شاء الله. علاش لا. غير موفقة في الحياة المهنية ديالك. والسؤال ما قلتش حل السؤال وصلنا خير. السؤال الاخير باش نختموا الفيديو. اسمو بوكس، شنو تبغي في الحياة هذه باش نختموا الفيديو صافي؟ لا زعما شنو باغي من الحياة ياك؟ فقط غنجاوبك بكلمة واحدة، انا غنقولها دابا. الكلمة الدراري ديالي في الحياة كاملة هي انني الدراري نقرا، ندير ديالي، ندير فلوس ديالي ان شاء الله، نولي شي حاجه ان شاء الله. علاش لا، نولي شي يوتيوبر معروف، راه ما كاينش شي واحد. ونرضي الوالدين ديال ولاد الدراري، يعني باغي ندي الوالده ديالي الحج ليا لجداتي. المهم هاد الشباب يعني هنا غنجاوب بصراحه، باغي الدراري نولي شي حاجه ان شاء الله، فهمتي، نولي شي حاجه اللي زوينه ان شاء الله، نولي قدوه لبنادم. هذا هو الدراري باش غادي نختموا الفيديو.
ولا خلي لكم والديكم اللي ما عندوش والديه الدراري الله يرحمهم في هاد النهار الدراري وجعلهم من اهل الجنه. فراه الدراري حتى واحد ما غيضموا ليه والديه فقط الدراري. يعني فهمتوا الدراري استغلوا هاد الفرصه اللي باقا، والديكم حداكم ما تغوتوش عليهم، كونوا مرضيين الدراري. واخا الدراري بعض المرات كتكون كتنفع راه والدين ديالكم الدراري كيبغيكم واحد الدرجه اللي بزاف، واللي عنده خوتو بزاف الدراري يعني ما يغيرش منهم. يعني راه ربي كيجيب لك الخير مثلا الا شرا باك لخوك شي حاجه فراه انت غايشريها لك، راه ما كايناش الدراري شي حاجه اخرى. المهم الشباب هذا ما كان عندنا في هذا الفيديو. بيس عليكم، شكرا اخويا سعد، شكرا للاستقبال ديالك في البودكاست عندنا. المهم اخويا بيس عليك تهلا.